صباح الخير والسعادة. النهاردة هنروح سوا هنشوف لغز من ألغاز الحضارة المصرية اللي حيرت فعلا العالم، والمكان ده هو السرابيوم اللي موجود ضمن آثار سقارة. إذا كان الهرم أو الأهرام، مجموعة الأهرام هي لغز الحضارة المصرية اللي لحد دلوقتي العلماء بيحاولوا يفكوا ألغازه، فالسرابيوم هو معجزة الحضارة المصرية تحت الأرض. علماء الآثار سموه لغز الألغاز ومعبد الأسرار. فعلا السرابيوم لما تدخلوا فيه هتلاقوه فعلا لغز مستحيل يتحل إلا إذا رجعوا لنا بقى القدماء المصريين وقالوا لنا هم عملوا كده ازاي وليه. هنا كده ده أنا نازلة هنا السرابيوم، ده كده نفق وكله سلالم، وفي الآخر فيه باب صغير. هتشوفوا بقى جوه الإبهار كله بجد. ايه هو بقى السرابيوم؟ السرابيوم هي مقبرة اسمها مقبرة العجل أبيس، اللي كانوا المصريين القدماء بيقدسوه كما يقال يعني، وكانوا بيعملوا له جنازة مهيبة وبيدفنوه هنا جوه السرابيوم دوت. جوه في السرابيوم هتشوفوا 26 تابوت ضخم جدا ومعمول من الجرانيت، الأوزان الضخمة جدا. ده كده هنا في الأول اللي على الشمال ده بس كده غطا تابوت، بصوا قد ايه عامل ازاي، تقريبا وزنه حوالي 30 طن. والسرابيوم تم تشييده في عصر الملك أمنمحتب الثالث، وده كان في الأسرة 18، وبعد كده اتطور في الأسرة 19 لحد الأسرة 25. بعد كده جه بسمتيك الأول الأسرة بقى 26، وأمر بحفر الدهاليز اللي هي الموجودة اللي قدامنا ديت، واستمر كده بنفس النمط في الامتداد وفي التوسع لحد العصر البطلمي. السرابيوم فيه تقريبا حوالي 26 تابوت اتنهبوا تقريبا كلهم ما عدا فيه واحد بس اللي هو لقوه مقفول. ده كده هنا اللي قدامنا أحد التوابيت اللي موجودة، معمولة طبعا من الجرانيت ومحطوطة في الفتحات الضيقة ديت. ومن المعجزات بقى ان كل دارسي الآثار والعلماء قاسوا التوابيت دي ولقوها كلها بزوايا داخلية وخارجية بالظبط 90 درجة، وضلع التابوت بين 45 ل 40 سنتي. ازاي بقى نحتوا التوابيت دي وازاي دخلوها من الباب الضيق الصغير اللي احنا دخلنا فيه في الاول دوت، وهي طبعا جرانيت شديد الصلابة. ازاي بقى صقلوها ونحتوها بالدقة الهندسية ديت؟ يعني زمان كانت الآلات اللي موجودة مستحيل كان يعملوا بيها كده. طب ازاي بقى؟ شايفين هنا برضو تابوت تاني اهوت، كل ما على فكرة الحديد ده دعامات عاملينها علشان ما كنوع من الترميم يعني. الازاز اللي قدامنا في الارض دوت المنور ده عشان يحافظوا على الارض الاصلية. الارشاف اللي هي الابواب حصلت فيها كراكس الشروخ كده موجوده، فعرض المكان لعمليه الترميم، فانفق عليه حوالي 16 مليون جنيه وتم افتتاحه في 2012. اللي اكتشف مجموعة السرابيوم هو أوجست ماريوت اللي أسس المتحف المصري، وهو ده كان عالم فرنسي، واكتشفوا سنة 1851، وقال إنها مدافن للعجل أبيس. والعجل أبيس كان بيعبد في منف، وبعد موته كان بيتحنط وكان بيدفن موميته في السرابيوم. وكانوا بقى بيعملوا له تابوت ضخم جدا بيدفنوا فيه. ده كده النفق الرئيسي في السرابيوم، هو طوله حوالي 400 متر ومتفرغ منه مجموعة أنفاق وممرات وغرف، والغرف موجودة في وش بعض مش في شكل متقابل، يعني شكل متبادل. وفي طبعا حوالي قلنا 26 غرفة، و26 غرفة فيهم 26 تابوت. وزن غطا التابوت لوحده حوالي تقريبا 30 طن، أما بقى التابوت نفسه وزنه حوالي 70 طن، يعني التابوت على بعضه حوالي 100 طن. أسئلة بقى كتير بتدور في الذهن المكتشفين والعلماء ازاي بقى دخلوا التوابيت الضخمة دي في النفق دوت، ومدخل النفق الضيق اللي احنا شفناه ازاي؟ حتى لو دخلوه من الباب هما طبعا مش ممكن يخش من الباب، النفق نفسه ضيق مش هيسمح بدخول
الكتلة الصلبة اللي من التابوت ديت. وايه كمان بقى الغرض من التوابيت ديت؟ وايه عملها، وليه نحتوها، وازاي دخلوها، وايه الآلة اللي حفروا بيها، وايه الآلة اللي فجروا بيها الصخر جوه الهضبة اللي عملوا بيها الأنفاق ديت. كلها أسئلة وألغاز. والسرابيوم هو من اهم المقابر المقدسه الخاصه بالالهه سرابيس. والالهه سرابيس ده طبعا كان بيتم تحنيطه في مدينه منف في متر. وفي معبد النقل والتحنيط، وبيتم نقله في موقف منيب جدا الى المكان. وطبعا السرابيوم بدا العمل في الدوله الحديثه، واستمر الاهتمام به في العصر الروماني. وما كانوش بيختاروا طبعا اي عجل يطلق عليه القداسه، ولكن كان له صفات معينه وملامح معينه يتم الاختيار ويتم التحنيط ويوضع فيه التابوت ويغلق. والتابوت طبعا كان بدرجه عاليه جدا من الضخامه، حوالي من 75 ل 80 طن، والغطاء من حوالي 30 طن. القمبيز برضه ليه ذكر اسمه على بعض التوابيت، بالرغم من نظام العصر الحديث الا ان القداسه الدينيه ملهاش دعوه. هو بيحاول يتقرب للمصريين عشان يقول ان هو بيحترم العداله المصريه والديانه المصريه. ايوه زي اسكندر وزي نابليون كمان في العصر الحديث، في اللي هو قامت ضده معركه او ثوره القاهره الاولى. وطبعا المكان قام فيه عمليات ترميم كتيره جدا. نشوف ايه ممكن حضرتك تنزل تصوري. ده ايه بقى ده اللي هصور انت قلنا؟ احد التوابيت برضه اللي هي هتشوفي النقش والحاجات دي، درجه الثقل دي. ده كده احد التوابيت اللي انت لما بتشوفه بتقف قدامه تبقى عاجز عن التفكير. ازاي نقلوا الجرانيت بتاع التوابيت ديت من اسوان لحد هنا ومفيش حاجة تنقلها؟ ازاي دخلوها في اماكنها ديت؟ ازاي بقى عملوا نوع الصقل والنعومة بالنسبة لسطح التابوت؟ مستوى النعومة مستوى حرير، ما ينفعش يتثقل الا بالليزر. طب هو عملها ازاي كده من آلاف السنين؟ هل كان في ليزر؟ اسئلة يعني تحس ان انت العقل بيقف قدام الاسئلة دي، وفعلا هو فعلا لغز ومحير. كمان التابوت كان بتعمل له حفرة بتحط فيها بحيث ان يكون السطح بتاعه افقي مع الارض. الغطا بتاع التابوت كان بالظبط اما كانوا بيحطوه كان كأنه بتلحم مع القاعدة بتاعته. يعني التابوت نفسه مع الغطا كأنه بيبقى كتلة واحدة. ازاي بقى كان ده بيتم؟ كل حاجة هنا تحس ان هي معجزة بكل المعاني. تبقى ماشي عمال تسأل نفسك نفس الأسئلة فعلا اللي كانوا بيسألوها او اللي بيسألوها لحد دلوقتي الأثريين. فعلا منظر ساحر. ده تراثنا، وتراثنا تراث عظيم لازم ان احنا نفتخر بيه. العلماء والأثريين حصروا الأسئلة اللي المفروض نسألها لنفسنا او اللي هي محتاجة فك اللغز في 6 أسئلة. اول سؤال: ازاي تم حفر النفق ده؟ وايه الادوات اللي استخدموها؟ ومدى التقدم اللي كان موجود وقتها عشان يحفروا الانفاق دي في الهضبة اللي هي اصلا صخرية. ازاي بقى؟ ايه الالات اللي حفروها؟ يعني لازم يكون في حاجات متفجرات، يعني حاجة تفجر الجبل عشان يقدروا يخشوا بالانفاق ديت. تاني سؤال: ازاي نقلوا الجرانيت بتاع التوابيت من اسوان لحد هنا بالاحجام دي؟ ايه الحاجة التقنية اللي نقلوا بيها؟ وكمان ايه بالكتل اللي منقولة بيها دي؟ يعني مثلا الغطا لوحده 30 طن، ازاي اتنقل؟ السؤال الثالث: ازاي بقى دخلوها اماكنها من الاماكن الصغيرة دي؟ ما يخشش طبعا من التابوت، ما يدخلش من الانفاق دي. السؤال الرابع: ازاي عملوا
انواع الصقل اللي موجودة في الجرانيت، ايه الآلة اللي ممكن يكونوا وصلوا بيها لدرجة الصقل والنعومة بالنسبة لسطح التابوت ده، ما يتوصلوش الا بالليزر. السؤال اللي بعد كده، ازاي كانوا بيقفلوا التابوت مع الغطا بحيث ما يتفتحش؟ لانهم كانوا الغطا مع التابوت كان بيبقى في الاخر كأنه قطعة واحدة. كل العلم والتكنولوجيا معرفوش يوصلوا للاجابات المنطقية للاسئلة دي كلها. هنا كده انا خلصت كده وطلع بعد طبعا ما تهت جوه، وكأن الواحد يعني بيتنقل لما بيخش الاماكن دي، بيتنقل لعالم تاني خالص، بيفصل عن الواقع بتاعنا ويعيش مع الحضارة اللي فعلا يعني اللي بيخش فيها ويحاول يتعمق فيها بيلاقي يعني حاجات تخليه يتبهر فعلا، يعني انبهار. لهم حق الأجانب ان هم ينبهروا بحاجتنا، واحنا المفروض طبعا نبقى فخورين ان احنا عندنا الحضارة ديت، ونحافظ على اثارنا ونعلمها كمان لولادنا، ونعلمهم ازاي يحافظوا عليها، ازاي يفتخروا بيها. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا، واتمنى ان انتوا تكونوا عرفتوا حاجة جديدة عليكم، وكمان ارشح لكم الاماكن اللي انا بعرضها لكم ان انتوا تزوروها، هتتبسطوا جدا لانكم هتعرفوا حاجات انتوا ما تعرفوهاش قبل كده، وكمان هتشوفوا حاجات جديدة عليكم. يا ريت تعملوا لي شير للفيديو ولايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.